for ya. I never sleep when comes in my head, but every time I snap my finger. اهلا بيكم النهارده حلقه جديده اخر سبت في 2015. بصبح على هند، يعني كده هشوفها السنه الجايه بقى. صباح الفل يا هند. صباح الفل الف عليكي سلامه يا عليكي، رباب. انت تعبانه الله قوي النهارده. يسلمك. يا رب بس اعرف اكمل الحلقه. ايه الاخبار؟ انتي كويسه؟ كده تختمي 2015 كده معايا. شفتي بقى، بس يعني على امل اني ابدا صوتك 2016 باين وانا كويسه يعني. يا رب كل الناس تقدر تحقق كل يا امنياتها رب، في اللهم السنه آمين. الجديده، وكل حد نفسه في حاجه يقدر ان هو يعملها بمنتهى السهوله ومحدش يعيبها. يا رب، بس الجو وحش قوي. طيب تعالوا النهارده نقول لكم على افكار لطيفه جدا تفاؤليه. يعني الست اللي دايما متخيله ان هي عندها حزن او اكتئاب او طول الوقت قاعده بتلوم في نفسها او بتبص لغيرها، في هنا 6 نقط. لو انت عندك صحه نفسيه مظبوطه وعرفتي ان ال6 نقط دول عندك في حياتك، تعرفي ان انت المفروض انك تحمدي ربنا وما تبقيش مكتئبه. اول حاجه ان انت لو كانت كل مشاكلك في حياتك حاجات بسيطه. يعني في ناس مثلا تتضايق جدا انه فاتتها برنامج من التلفزيون، انه الجو حر جدا، وهي طبعا في ناس عندها مشاكل حقيقيه، لكن انا بتكلم عن الناس اللي الحاجات الصغيره دي بتاثر فيها. الجو حر جدا وهي ما بتحبش الحر، والنهارده اليوم باظ عشان الدنيا حر، او العكس. او انه كانت عايزه تعمل اكله معينه وما لقتش المكونات بتاعتها في الثلاجه، وتلاقي نفسها الدنيا اتقلبت بسبب حاجات بسيطه كده. لو لقيتي ان كل مشاكلك بسيطه، هتلاقي ان في غيرك عندهم مشاكل حقيقيه، وبالتالي احمدي ربنا واعرفي ان انت كده ما عندكيش مشاكل، لازم تتخطي ده. تاني حاجه، انه لو انت لقيتي نفسك بعد كده مش مهتميه قوي بكلام الناس عنك، دي ظاهره صحيه. بمعنى انه في قدر من انه اعرف راي الناس فيا، لكن ما بقاش طول النهار والليل مستنيه اشوف الناس بيقولوا عليا ايه، وابقى مهتمه قوي بصورتي قدام الناس. لا، انت مؤمنه تبقي انت عايشه صورتك قدام نفسك كويسه، ما دام انت عندك قدر من الثقه بالنفس، واللي يتكلم يتكلم. لكن في اطار النصيحه الكويسه، او النصيحه من حد قريب منك، ده طبعا لازم تسمعيه. كمان لازم تفهمي وتتقبلي حياتك زي ما هي، لانه مهما خططتي لحياتك اعرفي ان ربنا له يعني قدر هيمشيه. فصحيح انت ممكن تعملي حاجه خططت لك يعني بالمظبوط قوي، وتلاقي حاجه تانية حصلت لازم تتقبليها، لانه لازم تعرفي ان ده من عند ربنا. لما تلاقي نفسك حد حصل له حاجه انت شايفه انها احسن، ولقيتي نفسك مش متضايقه او مش غيرانه او مش بتحقدي او تحسدي عليه، اعرفي ان انت كده حياتك بقت احسن. حد بقى جاب عربيه جديده، حد لقيتي نفسك بتقولي طب الحمد لله انا عندي حاجات تانية حلوه، ده كمان دي ظاهره صحيه جدا. لو لقيتي نفسك بتمتلكي الحاجات الاساسيه في الحياه، وانك عايشه بصحه كويسه، بتاكلي وتشربي، والحمد لله ربنا مديكي حاجات كويسه في حياتك، ده اعرفي ان احمدي ربنا. زي ما بقول، الرضا ده من الحاجات المهمه جدا. واخر حاجه، طول ما انت على وش الارض او على قيد الحياه، اعرفي ان انت تقدري تغيري كل حاجه اقدر اوصلها طول ما انا فيا الروح او فيا النفس زي ما بنقول. واحمدي ربنا، ده يعني الفكره كلها انه ده كل الحاجات دي ما تدعوش ابدا الى الاكتئاب. دي كانت النصايح اللي عندي، او اللي هي ضد التشاؤم. عجبتني جدا النصايح دي على فكره. واكتر حاجه عجبتني ونفسي ان انا اعملها بقى السنه الجايه، بما ان الواحد يعني بيقول كل سنه لازم يتغير ويبقى افضل، انه ما تحطيش قوي في بالك كلام الناس. لانه لو الواحد عايز يعمل حاجه يعملها، لو هي دي اللي بتبسطه يعني في اطار يعني المسموح، ممكن يعملها وينبسط وما يفكرش قوي في الاخر هيقول عليه ايه. الرضا. بصي، كل النصايح دي اختصارها صح. كلمه واحده بس: الرضا. يلا، ايه طيب، كمان؟ في نصايح 5 نصايح الحقيقه هقولها لك النهارده عشان تقدري تضحكي على معدتك وتحسسي نفسك بالشبع. ايوه، انا هقعد اسمع بسرعه بقى. اسمعي بقى. يلا بصي، اول قولي. حاجه ان انت تاكلي ببطء شديد. انا كنت باكل الاكل بسرعه بزلط. جدا. ايوه، وبحس ان انا لسه جعانه. كل ما تاكلي ببطء اكتر، كل ما تاكلي كميه اكل اقل بكتير، لان معدتك بترسل اشارات للمخ ان هي خلاص كده شبعت، فبالتالي بتاكلي اقل. كمان كل ما تحسي ان انت جعانه، مش شرط تكوني ده احساسك بالجوع، ممكن تكوني انت عطشانه، فاشربي سوائل كتير. ممكن في مره من المرات تحسي انه خلاص لا انا شبعت مش هاكل اكل، ده الاحساس اللي عندي كان احساس بالعطش مش بالجوع. مش عارفه اكمل الكلام. الحاجه التانية كمان ان انت تاكلي شطه، ويعني حاولي ان انت طعامك يعني او اكلك يبقى سبايسي شويه، لان الحاجات السبايسي بتزود الحرق، فبالتالي هتخسي بشكل اسرع.
اخر حاجه بقى ان انت لو عايزه تخسي لازم تخسي بشكل تدريجي، يعني مش على طول كده تقولي لا هو نظام رجيم قاسي جدا همشي عليه، لانك بعد شويه هتزهقي. لكن لو خسيتي ببطء حتى وخدتي وقت اطول مش مهم، ما تيأسيش، لان هو ده اللي هيكون افضل بالنسبه لك بكتير. حلو قوي طبعا. أكح بقى. اكحي بقى، مش قادره تاخدي نفسك يا حرام. طيب الف سلامه يا هند. فقراتنا النهارده الفقره الاولى مع هند فقره مهمه. فقرة مهمة جدا وانا مبسوطة بيها جدا، لانه مهم قوي ان احنا نعلم ولادنا ازاي ممكن يهتموا بالبيئة. ايه دورك انت كست قاعدة في البيت او ست بتشتغلي في ان انت تعلمي ولادك ازاي يهتموا بالبيئة المحيطة بيهم، لان ده في الاخر عشان خاطرهم هم، وعشان يعيشوا في مكان نظيف وبيئة صحية اكتر، وعشان تبعدي عنهم شبح الامراض. في الاخر ده عشانكم وعشان مصلحتكم في الاخر. ازاي نعمل ده؟ هنعرف ده من دكتور أمنية نور الدين أستاذ الإعلام البيئي بجامعة عين شمس. وكمان هنعرف هل إحنا كإعلاميين وهل الإعلام بشكل يعني خاص جدا يقدر يقدم دور يفيد المواطن في الموضوع ده. بمعنى إنه فاكرة لو تفتكري كان في حملات زمان بيعملها الفنان القدير فؤاد المهندس، دي زبالة يا جاهل، فاكرة؟ كان بتوعي المواطن قد إيه إن هو ما ينفعش يرمي زبالة في الشارع. أنا مش عارفة ليه ما بنستغلش الفنانين اللي الشعب كله بيحبهم في إن هم يوعوا الأطفال الصغيره ان انت ما ينفعش ترمي زباله في الشارع. حاجات كتير فعلا مش حاجات الزباله كتير بس للاسف. عندي فقره عن الديكور طبعا، هي مع المهندسه الجميله نهى بهاء الدين مهندسه الديكور. هنتكلم عن الخامات المستحدثه الجاهزه. يعني دلوقتي بقى في حاجات جاهزه اسهل بكتير بنجيبها ونحطها في البيت مع شويه طبعا تعديلات بسيطه جدا، بقت توفر علينا جهد ويعني واحيانا كمان فلوس، لانه ساعات الناس تتخيل لو عملناها بشكل تقليدي هيبقى اوفر، بس في الحقيقه لا طبعا، لانه ساعات الشكل التقليدي بيبقى فيه غلطات فبنضطر نعيدها تاني. زي ايه؟ زي الجبسون بورد، زي مثلا الاسقف الجاهزه، الكرانيش، حاجات كتير جدا دلوقتي بقت ايتمز انت ممكن تروح تختارها في المحل او تجيبها وتحطها في البيت. او الجبسون بورد ده ممكن يعالج او يحل مشاكل كبيره جدا في البيت من حيث التقسيم، ممكن يغير يعني نظام البيت خالص. عن الفقرة دي هنتقابل مع مهندسة نهى بهاء الدين. ألف سلامة عليكي تاني. يلا خدي فاصل بما انك بتكحي بقى. يلا نخرج لفاصل بسرعه جدا، نرجع لكم بقول فقراتنا، خليكم معانا. رجعنا لكم مرة تانية وهنكلمكم في الفقرة دي عن دور المرأة في حماية البيئة. وليه بنقول المرأة وما بنقولش المجتمع ككل؟ لأنه المرأة دي هي اللي بتعلم، الست في الآخر هي اللي بتعلم. يعني الست هي اللي بتقعد مع أولادها بتقول لهم الصح من الغلط، بتفهمهم، بتوعيهم. كمان هما شايفينها طول الوقت ممكن تكون بتتصرف في البيت، بمعنى انه لو فتحت الحنفية كتير من غير ما تكون محتاجة ان هي تستهلك المية دي، لو استخدمت الكهرباء بشكل غلط، يعني انوار طول الوقت مضاءة في البيت من غير ما يكون ليها سبب، هي كده بتضر بشكل او باخر بالبيئة. ازاي الست تعلم ولادها تحافظ على البيئة؟ لان دي حاجة مهمة جدا خاصة بصحتهم. وايه دور الاعلام في انه يوعي المواطن البسيط باهمية ان هو يحافظ على البيئة من حواليه؟ وايه دور كمان الناس المجتمع بيحبهم، يعني اللي الناس بتحبهم؟ ايه دور الفنانين في ان هم كمان يعملوا حملات مثلا يعني توعوية تقول قد ايه انه لازم نعلم الطفل الصغير ان هو ما يرميش ورق في الشارع، لانه ده في الاخر هيعييه. الناس بتحب الفنانين، والناس بالنسبه لهم الفنانين دول قدوه. ليه ما يعملوش حملات مجانيه يوعوا فيها المواطن باهميه المحافظه على البيئه؟ هنعرف كل ده النهارده من دكتور أمنية نور الدين أستاذ الإعلام البيئي بجامعة عين شمس. دكتور صباح الفل. صباح الفل. نورانا. ميرسي يا هند. وايه الاخبار؟ كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. دكتور، انا متهيألي ان احنا بقى عندنا علاقه ما هياش حلوه قوي مع البيئه المحيطه بينا، يعني ليه اتاثرت علاقتنا بالبيئه؟ وليه ما بقيناش نخاف على البيئه المحيطه بينا زي الاول؟ ومتهيألي من هنا حصلت المشكله. طيب ميرسي جدا على مقدمتك مبدئيا، وعلى اهتمامك بانه ما بقاش فيه وعي وما بقاش فيه اهتمام من الاعلام زي زمان بانه يبقى فيه بنقدم قضايا البيئه وقضايا المجتمع. في كذا يعني كذا مستوى للمشكله. يمكن في نقطه في علاقتنا احنا كبشر بالبيئه، احنا ما بقيناش حاسين يعني ايه طبيعه، يعني ايه خضره، يعني ايه. احنا بالنسبه لنا كل شيء بقى مرتبط بالاستهلاك. احنا ما نعرفش مثلا الزرع شكله ايه، يمكن اولادنا ما يعرفوش اشكال النباتات، اشكال الشجر، اشكال الحيوانات، ما شافوهاش. فبقينا بالنسبه لنا بنتعامل معاها على انها منتج، على انها سلعه.
مع في نفس الوقت تحول كبير للاستهلاك، لان احنا عايشين في مدن، المدن ما فيهاش اي تعامل، احنا ما نعرفش غير ان البترول ده، احنا ما نعرفش ان الطاقة هي عصب الحياة، ان الحضارة بتاعتنا اللي احنا عايشين فيها هي قايمة على الطاقة الوقود، يعني احنا العربية بتتحرك بالوقود، المصنع بيشتغل بالوقود، لكن احنا ما فكرناش ابدا انه الوقود ده جزء من حاجة كونتها الطبيعة في ملايين السنين. هو كان في يوم من الايام مجموعة حيوانات عايشة على الارض، وحولتها الطبيعة لهذا الشكل اللي احنا بنتعامل معاه على انه حاجة احنا بنحرقها بس. فاحساسنا ده ما بيخليناش حاطين قضايا البيئة كجزء من اهتماماتنا كفرد. لو طلعنا للليفل الاكبر شويه هنلاقي المجتمع كمان عنده مشكلات كبيره جدا سياسيا واجتماعيا، وبالتالي لما نيجي نتكلم على مشكلات البيئه هي بحس بالنسبه ان لنا دي طرف رفاهيه رفاهيه. مثلا. الناس بتوع البيئه يعني لما نخلص بقى مشاكل السياسه ومشاكل الاقتصاد نبقى نتكلم في البيئه. لو جينا نقول مثلا يا جماعه والله في مصنع بيلوث البيئه، طب نعمل ايه؟ نقفله ولا نعمل ايه؟ ما هو لا، في ناس بتشتغل، يبقى ما ينفعش نعمل كده. فبيبقى مفيش قدره ان احنا ناخد قرار بيئي، لان ده معناه مشاكل تانية اقتصادية وسياسية اهم. عندنا طبعا تراجع كبير لدور الاعلام الحكومي، اللي هو كان بيقوم برضو في وقت من الاوقات بدور كبير انه يقدم القضايا التوعويه للمجتمع. الحملات والحملات دي يقوم بيها يعني اشخاص معروفين او الناس بتحبهم. يعني لو حضرتك تابعتينا في المقدمه انا كنت بتكلم عن حمله هي شهيره جدا بالنسبه لنا كاطفال، انا متهيألي ان احنا فاكرينها كويس قوي، الحمله بتاعت الفنان الكبير فؤاد المهندس لما كان بيقعد يقول دي زباله يا جاهل لاي حد. ايوه بالظبط، بيرمي زباله. فبالتالي اي حد بيقوم بالسلوك ده بيفتكر الفنان اللي هو بيحبه وان ده سلوك خاطئ، وان هو كده هيبقى جاهل، فبالتالي ما كانش بيقدر يكمل الفعل اللي هو بيعمله. مظبوط. والتلفزيون بالتالي قام بحملات كتيره جدا كانت ناجحه وكانت مهمه، حملات زي بالهارسيا مثلا لو فاكره، تحديد تنظيم الاسره. صحيح. في حملات دلوقتي بتيجي عن ترشيد استهلاك الطاقه، بس بقت ضعيف، يعني مش زي ما كان دور الاعلام القومي لما كنا كلنا بنتفرج على قنوات الاولى والثانيه وفي انتماء للقناه. طب الغلط هنا جاي من الناس يعني الغلط انه التراجع دور الاعلام الحكومي ده ما هوش صح. يعني الناس القائمه على الاعلام ولا الفنانين مثلا بيرفضوا ان هم لو هم مش هياخدوا اجر؟ يعني مثلا يقولوا لا مش هنعمل الحمله دي. في فنانين كتير بيوافقوا، بالعكس لو بيبقى حملات فيها مشاركه. يعني كان في حمله برضو من قريب كانت عاملاها وزاره العشوائيات بخصوص برضو اعاده التدوير وكده، كان فيها الحقيقه مجموعه كبيره من الفنانين. لا الفنانين اعتقد ان هم ما بيرفضوش، بالعكس وفي فنانين بيشاركوا كتير في حملات زي مثلا التوعيه بالاورام والمعهد الاورام، يعني الفنانين يمكن. لكن هي الفكره انه القنوات الخاصه ما فيش حاجه في منظومه الاعلام تلزمها انها تقدم مضمون يهدف لخدمه المجتمع. يعني الحمله دي بما ان هي مش هتكسبهم، هي لمجرد التوعيه بس، فهي ملهاش مكان على الخريطه يعني الاعلاميه. ملهاش مكان على الخريطه، لانه انا كقناه خاصه انا بشتغل يمكن في دول تانية فيما يلزم القناه انها يبقى عندها وقت معين محدد في اليوم لخدمه المجتمع، فهي مضطريه انها تقدم برامج تخدم. مين اللي بيلزم بقى؟ مين لازم يلزم؟ يعني لازم يكون في قانون. احنا لغايه النهارده قنوات التلفزيون الخاصه ما بتشتغلش في اي اطار حاكم، هي بتشتغل تحت قانون الاستثمار، لكن ما فيش حاجه بتقول لها هي تخدم المجتمع ازاي. مفيش حاجه بتقول لها امتى لو قدمت اعلانات مضره بالصحه تتقفل. يعني هو مش صح ان قناه تقدم اعلانات عن منتجات مضره بالصحه وتفضل مكمله، ما هو ده غلط. فلازم يكون في قانون ويكون في هيئه مستقله مسؤوله عن يعني على فكره ده فرض عليهم، بما ان هم فاتحين قنوات خاصه بيتربحوا من خلالها، من خلال الاعلانات اللي بتجيلهم. هي في الاخر على فكره هي مشروع تجاري، يعني القنوات الخاصه دي في الاخر هي مشروع تجاري، فلازم يبقى في جزء خدمي يخدم المواطن اللي قاعد، جزء توعوي يفهمه هو ايه حقوقه وايه واجباته، عشان في الاخر انت بتعلمي مواطن، بتعلمي طفل صغير هو يعمل ايه. يعني بدل، انا بقصد ايه، انه ليه دايما بجيب سيره الفنان؟ لانه مؤثر جدا. من قريب جدا شفنا فيديو لطفله مش عارفه عندها 4 5 سنين طالعه بترقص بسكينه لانها شافت فنان بيعمل كده، فهي يعني شايفاه قدوه وقلدته. طب ليه ما يعني الفنان ده ما بنستفدش من جماهيريته وتاثيره على الاطفال باننا نخليه يعمل حاجه تعلم الطفل حاجه مفيده، يعني ان هو ما يرميش ورق في الشارع،
يرميه في الباسكت. هو ده جزء من المنظومه عندنا اللي محتاجه اعاده تفكير، خصوصا منظومه الاعلام. وافتكر ده بيحصل دلوقتي، يعني في دلوقتي اعتقد اسمها ايه، نقابه او مؤسسه للاعلام، قنوات التلفزيون تشترك فيها، وبتحس انها يطلع مسوده للسلوك الاعلامي للاعلاميين، لانه في حاجات مش بس ان احنا نعلم الثقافه، لكن في حاجات مؤذيه للصحه، وفي المفروض يكون ليميتس على حجم الاعلانات مثلا اللي بتتقدم للفقرات، وخصوصا لفقرات الطفل. اعلانات منتجات البطاطس والمقرمشات، الحاجات اللي هي اصلا مضره بصحته، مضره بصحه الطفل. فبرضه قناه هادفه للربح مش هتقول لا للاعلانات ابدا الا لو في رقابه عليها، الا لو في حاجه تقول لها. ومش شرط تكون رقابه بالمعنى الحكومي، اللي هو احنا مش عايزين نقول ان الرقابه بالمعنى ده، لكن يبقى رقابه ذاتيه، زي رقابه ذاتيه او مؤسسه مسؤوله عن الاعلام. هي عارفه ان القناه مثلا مسموح لها تذيع عدد معين من الاعلانات من النوع ده في اليوم، لما القناه تخطيه يبقى في عليها عقوبه ايا كانت العقوبه يعني. لكن لازم يكون في قانون بيحمي المواطن. وفي نفس الوقت دور التلفزيون الحكومي مهم جدا، يعني ما ينفعش طبعا. برضو ان الاعلام يبقى قايم بس على الترفيه مثلا بس. في مضمون ثقافي مهم جدا ومضمون توعوي لازم يتقدم للمواطن، يعني ما ينفعش نستغنى عنه، يعني ثقافي وصحي وكل البرامج دي، وبرامج اللي كانت زمان محو الاميه، الكلام ده برضو مش هتقدم. فين راحت البرامج دي صحيح؟ فاكره برنامج سر الارض كان بيعلم الفلاح ازاي يزرع صح وبيدي يعني نصايح وارشادات، كل الحاجات دي لازم تكون لا. واحنا حتى لو يعني احنا قاعدين في المدينه، يعني لما كنا بنتفرج على برنامج شبه كده احنا كنا بنقدر قوي المجهود اللي كان بيعمله الفلاح عشان ياكلنا ويعني ويشربنا. صحيح حقيقي. ويمكن الفلاح كمان كان بيبقى عنده اعتزاز بدوره، انه ليه دور في المجتمع، وان احنا بنهتم بيه، وان احنا بنقدمه بصوره حلوه، يعني مش كل انه ليه قيمه في حياتنا. هو ليه قيمه كبيره في حياتنا. فين صحيح الحاجات دي؟ ما هو دي حاجه مش هيقدمها غير تلفزيون الدوله، يعني صحيح، يعني مش هيقدمها غير تلفزيون الدوله، اللي محتاج ان احنا نبص له بصه ثانيه، يعني نشوف ايه بقى المفروض هيقدمها تلفزيون الدوله. ولو في قانون صارم بيطبق على القنوات الخاصه كمان هيجبرها على ان هي زي ما بتتربح من القنوات دي هي كمان تقدم خدمه للمواطن، يبقى عندها ساعه مثلا هي لخدمه المواطن في اليوم. فلازم تقدم فيها مضامين بهذا الشكل. مظبوط. طيب تيجي نتكلم عن المؤتمر اللي اتعمل قريب في فرنسا، ونقول اهم التوصيات اللي جت في المؤتمر دي. بس هناخد مدام محاسن الاول ونرجع نكمل. الو. صباح الخير. صباح الفل يا مدام محاسن. جدا 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 لما بتجيبوا لنا حاجات اشغال يدويه. الاشغال اليدويه ديت ممكن تلغي لنا خالص الزباله. ازاي؟ ان احنا ممكن ناخد الازايز البلاستيك بنعمل منها مثلا فازات، ممكن ناخد العلب الكرتون اللي بتبقى مستعمله نعمل منها زي انا عملت منها في رمضان مثلا عربيه ترمس وعربيه فول، وجبت قدره وحطيتها عليها. على فكره يا مدام محاسن ده يعني يخص كمان موضوعنا، لان ده اعاده التدوير يعني بشكل او باخر هو يخص الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. هنعمل نظافه في البيئه وهنستخدم كل حاجه. الشنط البلاستيك اللي احنا بنرميها اللي بنجيب فيها الحاجات ممكن ان هي تتقص بطريقه طوليه وتبقى شرايط ونشتغلها كروشيه ونعمل منها قواعد، نعمل منها طواقي، نعمل منها اشكال قد كده. في حاجات كتير جدا ممكن نستخدمها. البكر الفويل اللي بيتلف عليه الفويل ممكن ناخده ونعمل منه هيكل شجره وندخل معاه حاجات تانية. على فكره لو حضرتك متابعانا احنا كتير جدا خاصه يوم السبت بنقدم فقرات. ما انا بستنى يوم السبت مخصوص عشان كده، بس النهارده طبعا ما لقيتش. بستنى يوم السبت ويوم الاحد، يعني لو ما جبتوش السبت بتجيبوا الحد. بس مثلا في مولد النبي جبتوا لنا عروسه المولد. انا كنت عملتها اوريدي. ده كتير جدا يوم السبت. احنا يعني معظم فقراتنا يوم السبت بتدور حوالين الموضوعات الفنيه لو الفنيه والاشغال اليدويه. بس على فكره الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه ده مهم كمان بالنسبه لنا كلنا. احنا عايزين المدارس اللي هي بتعلم الاشغال الفنيه، الرسم، الحاجات ديت. طب مدام محاسن حضرتك عندك اي فكره ازاي الست تشارك في او ايه دور الست ممكن يكون في التوعيه باهميه البيئه والمحافظه على البيئه؟ ما هي لو عملت نماذج من الحاجات اللي هي من الزباله
وخرجتها فرجتها للناس، هي ممكن تكسب من صحيح. ورا الزباله ديت. صحيح. وتدخل مبلغ لاسرتها. يعني انا بشكرك جدا، وفكرتك مهمه جدا، لان دي فكره يعني حلوه قوي قالتها مدام محاسن، ان الست تعيد تدوير المخلفات اللي ممكن تطلع من حاجات كتير قوي هي بتستخدمها في البيت. ده شكل من اشكال المحافظه على البيئه، واستغلال كمان المخلفات دي في حاجه مفيده بعد كده. الحقيقه ان احنا كمصريين كنا شاطرين جدا في الحته دي. يعني طول عمرنا ما بنرميش الحاجه غير بعد ما يكون فعلا ملهاش اي استخدام تاني. كان زمان عندنا الراجل بتاع رومابيكيا بيصعب علينا اصلا بيصعب علينا جدا، وبنلاقي استخدامات تانية. وفاكره ما كنا في الاخر بنلاقي الراجل بتاع رومابيكيا اللي بياخد الحاجه ويعيد فين بيعها. راح الراجل ده؟ على فكره احنا نموذج هايل في الموضوع ده. وعندنا قريه الزبالين نموذج ممتاز لاعاده اللي بنسميه يعني المصطلح العلمي اللي هو اعاده استخدام المواد. صحيح. لان هم بيسترجعوا حوالي مثلا 80% من الزباله. فالست دورها مهم جدا، انه بقدر الامكان نقلل من البدايه، ان انا اقلل المخلفات اللي طالعه من البيت. ده يفرق كتير جدا جدا في حجم الزباله في الشوارع. كان في اعلانات قريبه حمله يعني توعويه برضو خاصه بالفصل من المنبع، ودي كنت مبسوطه بيها جدا. وكانت على فكره بيقوم عشان الواحد يقول ليه واللي عليه كمان، كانت القنوات الخاصه بتقوم بعرض الحمله الاعلانيه دي او التوعويه دي. هي كانت يعني هو الفكره ايه، لما يعني المخلفات لو احنا قدرنا نفصلهم فعلا، احنا بنفرق كتير جدا في اللي ممكن نعيد استخدامه. يعني الورق صحيح لو اختلط بمواد الاكل بتقل قيمته جدا لو انا هعيد استخدامه تاني من ان انا اطلعه لوحده. الازاز مثلا لو طلعته لوحده اقدر اعيد استخدامه ويبقى قيمته اعلى كتير من انه يبقى مختلط بحاجات تانية. فالمرأة ليها دور مهم جدا جدا في الفاليو تشين دي. يعني بالكلام العلمي ان انت تعملي اعادة استخدام المواد وتعظمي قيمتها وتخليها ليها قيمه بالظبط. يعني هي اسمها كده الفالويشن، انت تعظمي قيمه المواد، تعمل لها قيمه، يعني تعملي لها قيمه وما تخليهاش تتحول لمخلف بالبساطه دي. وده دور من الادوار. ومدام محاسن وهي قاعده في البيت هي فكرت في الفكره دي، فكره هايله يعني متكلمه نقول حاجه تانية بس هو في الموضوع. بص يعني انا فاكره الامهات الحاجات بتاعت زمان، البرطمانات ونشيلها ونحط فيها حاجات تانية، البلاستيكات كل ما نقدر نستخدمه تاني. طيب نرجع بقى للنقطه اللي وقفنا عندها ومدام محاسن قطعتنا، هي التوصيات الخاصه بالمؤتمر اللي حصل في فرنسا خاص بالمناخ قريب جدا. كان الشهر ده تقريبا، كان في كان هو ابتدى اخر نوفمبر واستمر لغايه يوم 12 ديسمبر. مؤتمر المناخ مش اول مؤتمر طبعا، ده مؤتمر ده بيتعمل بشكل سنوي في اطار من سنه 92 لما بدات الامم المتحده تعمل اتفاقيات لحمايه البيئه، لان ابتدت مشكلات البيئه تبقى مشكلات ملحه، وابتدى يبقى في وعي بانه تغيرات المناخ هتاثر على الفرد. درجه حراره الارض وارتفاعها هياثر ازاي على بعض يعني تخوفات ان المدن فبقى عندنا المشكله دي. وابتدينا وحصل كذا مؤتمر، ده مش المؤتمر الاولاني، المؤتمر ده بيعقد بشكل سنوي. المختلف السنه دي او الجديد السنه دي ان احنا نوصل لاتفاقيات بنقول عليها ملزمه، يعني يبقى في اتفاق برقم، انه الدول بتتفق على انه التارجت اللي عايزه تحققه هو درجتين حراره اعلى من مستوى بدايه الصناعه. بمعنى احنا النهارده لو كملنا او احنا عارفين انه في حاجه اسمها الانبعاثات اللي بتزود درجه حراره الارض، صح؟ احنا لما بنشغل مصنع لازم يطلع كربون. لما بنشغل كهرباء في البيت، الكهرباء دي عباره عن فدي من الحاجات اللي بترفع درجه حراره الارض. كربون بيتحرق في محطه توليد الطاقه، والكهرباء بتمشي لغايه ما تجيلنا في البيت. فطول ما احنا بنستخدم حاجات معتمده على الوقود اللي هو جاي من البترول او مشتقاته، ده هيطلع كربون، وبالتالي درجه حراره الارض هتعلى. وده اللي احنا شايفينه، درجه حراره الارض بالفعل عليت، ولو كملنا بالمعدل ده ممكن نوصل ل4 أو 5 درجات حراره قبل معدلات الثوره الصناعيه، قبل معدلات الصناعه، يعني بدايه القرن العشرين.
فانت متخيله فرق 4-5 درجات في افريقيا واحنا مثلا. بنستغرب، احنا حتى كناس عاديين نفضل نقول يا دكتور هي ليه الدنيا بقت حر قوي؟ ده زمان ما كناش بنحس بالحراره بالطريقه دي. ايوه بالظبط. اهو ده سبب من الاسباب. كويس ان احنا نقول كده للمواطن العادي عشان يفهم. عشان يفهم يعني ايه البيئه تاثيرها مباشره صحيح. مشكلتنا علينا احنا تخص كبشر. وبتاثر فيه مباشره. المتوقع ان ده يحصل، انه الميه اللي في القطب الشمالي تسيح، وبالتالي متوقع الظواهر اللي احنا ما كانتش زمان بتحصل، تسونامي، يحصل فيضانات بقى، الفيضانات العاليه جدا، الهيوريكين، الاعاصير العاليه جدا. متوقع لو كملنا بالمعدل ده يكون في تاثير كبير على الدلتا مثلا، ممكن اجزاء تغرق، اسكندريه، رشيد، بعض المدن تغرق. وبالتالي التأثير خصوصا على الدول النامية كبير. كارثي يعني اصلا كارثي، لان احنا متخيلين درجة حرارة في مناطق في افريقيا اللي هي درجة حرارتها 40 مثلا بتبقى 45. احنا بنتكلم في جفاف شديد جدا، في صحراء كتيرة جدا، في نقص مية، في حاجة مروعة. وفي نفس الوقت على الدول اللي هي قريبة من البحر فرق برضو انه ممكن الدول تغرق، وبالتالي احنا بنتكلم في فرق كبير جدا. والمشكلة انه الانبعاثات عدت مرحلة الرجوع، يعني مش هينفع نقول ان احنا نقدر نرجع لدرجة الصفر اللي هي مفيش زيادة خالص. فالدول لأول مرة بيتفقوا انه احنا هنقول 2 درجتين حرارة بس. 2 درجتين حرارة معناه ان انا لازم اوقف انبعاثات خالص بحلول سنة 2030. يعني يبقى انا كل مصادري للطاقة من مصادر ما بتطلعش كربون. كمان 15 سنة كمان 15 سنة. ليه اختاروا باريس؟ لان فرنسا النهارده 90% من الطاقه بتاعتها راجعه الى او من مصادر ما هياش بتطلع انبعاثات. يعني دكتور، يعني بقى لهم شويه بيقولوا لي اختمي، وانا بشكرك جدا، واحنا ما لحقناش نقول حاجه لان الموضوع مهم جدا. وانا كان يهمني نتكلم ازاي، ايه الافكار اللي ممكن نعملها، لان يهمني قوي التعليم، ويهمني قوي الاطفال الصغيره اللي لسه طالعه ازاي ممكن تحافظ على البيئه من حواليها وتفهم افكار مهمه زي اللي حضرتك بتقوليها دلوقتي، وانه تاثير البيئه من حواليهم مهم جدا، وقد يعني يكون كارثي في بعض يعني قريب قوي هيكون كارثي وبيأثر عليهم. فازاي الاطفال الصغيره دي تفهم ده مهم جدا اكتر مننا احنا اصلا كمان. بشكرك. يعني اكيد هنعمل حلقه ثانيه نتكلم في الموضوع ده قريب جدا. بشكرك دكتور أمنية نور الدين، استاذ الاعلام البيئي بجامعه عين شمس، نورتينا يا دكتور. بشكركم مشاهدينا. دانتال لسه مكمل مع حضراتكم، رباب راجع لكم حالا فقره جديده، خليكم معايا. مهندسة الديكور الجميلة نهى بهاء الدين. طبعا الأول صباح الخير. صباح النور. ازيك عاملة ايه؟ الأخبار؟ النهارده هنتكلم في حاجات حلوة جدا. انتي شاطرة قوي، أنا شفت شغلها طبعا ما شاء الله عليه. هنتكلم في الايتمز الجاهزة اللي ممكن دلوقتي بقت تسهل على الناس كتير جدا. بس قبل ما نتكلم في ده، ليه الناس دايما متخيلين انه، او لسه عندنا في بعض الناس عندها قناعات انه الحاجة الأقدم يعني اللي هي الحاجات اللي بتتعمل مانيوالي، اللي نبقى نصب جبس او نبني حيطان او كده، دي اوفر في الفلوس؟ بصي، هو الفكره ان هم مش اصلا فاهمين مزايا الجداد، فمش بيستخدموها، فبيبقوا حاسين ان هي هتبقى كوست عاليه. الكوست العاليه مش شرط، انا اصلا ما بقارنش بالكوست. الكوست ده جزء من المعادله، اللي هي الحاجه بتطلع سليمه قد ايه، بس هي الديورابيلتي بتاعتها هتقعد قد ايه، جودتها قد ايه، هي دي اللي تفرق معايا. وبعدين الكوست دايما لما بتيجي تحسبيها كخامه، ممكن احسب مثلا متر الكرانيش بكذا، انما لو جيت قلت طب انا خلاص هعمله، لا الكرانيش اللزق هيبقى اغلى عليا. بس لا، انا ولا جبت جبس ولا طلعت عامل وطلعت مشال ونزلت وعندي مرمطه وبعد كده حد يجي ينظف. فلا، انت لما تحسبي الكوست يا اما تحسبيها توتالي فتقدري تكمباري، يا اما ما تحسبهاش خالص بس. وبعدين اوريدي الحاجه كل ما بتقدم شويه الكوست بتاعتها بتقل وجودتها بيبتدوا يحسنوها اعلى. فعلشان كده فلازم كلنا نبتدي نتجه بقى ان احنا نستخدم ادوات حديثه. واسهل بقى لما تيجي تغيريها بكتير، الفك والتركيب اسهل يعني، وصيانتها اسهل. يعني انا لو عندي مثلا، لو بنتكلم فعلا على الكرانيش والمولد وكده، انا جيت عندي ركبتها وباظت،
علشان خاطر اجي اعملها تاني هجيب نفس النوع بنفس الموديل بنفس كل حاجه من الكتالوج، فبتبقى بالنسبه لي عاديه. انما لو انا عاملاها الاول زي بتاعه الجبس لازم بتتعمل خرطه معينه اللي هي المولد دي، اللي هي بتبقى صاج صبة ويبتدي يعني يسحبها. هي بتبقى ليها الشكل بتاعت السمون مثلا بتاعتها ويبتدي يسحبها بايديه. فانا دلوقتي عشان خاطر اجي اعملها في شقه انت بتتكلمي في الساده كمان اللي هي اسمها مشايه او اللي بتمشوها، لكن كمان لو بتعملي حاجه فيها بقى تصميم طباعة. دي بتبقى صب وشغلانه. بالظبط. ولازم عشان تيجي وتبوظ تحسنيها يعني احنا لو احنا بنجدد اي حاجه في الشقه وعندنا حته كسرت ولا اي حاجه لازم تجيبي صنايع من اول وجديد وياخد لك الرسمه ويا يظبطها يا ما يظبطهاش. فدي مثلا مشكله في كده. نفس الكلام بالنسبه للحيطان، بالنسبه ان احنا لما نيجي نعمل بارتيشنز او اي حاجه، انت ممكن يبقى عندك مساحه كبيره قوي بعدين تيجي تقسميها، تيجي بعديها بعد مثلا سنتين حسيتي ان المكان ده مش المفروض استخدمه كده، بالذات في المكاتب او لو عندك اوض اطفال او القصص دي، فبتبقي حاطه جيبسون بورد، فبقى عادي انك تشيليه، ما عندكيش مشكله في الارضيه، ما عندكيش مشكله في القصص دي. حتى لو الارضيه فيها مشكله بتغيري عدد البلاطات اللي تحتيها. انما لو انت عندك بنى انت لازم تفكي وتكسري، وعراقه ربط الحيطان ببعض. يعني في حاجه اسمها ان الحيطه تتربط ازاي مع اللي جنبيها، بيبقى فيه مفتاح الحيطه، فمفتاح الحيطه ده عشان يتعمل برده بياخد مننا مجهود. فانت لا، ده بالنسبه لك الموضوع بيبقى اصعب. غير ان التكنيكس مثلا ليتس سي مثلا لو احنا بنتكلم على الحيطان، فانت مثلا لو عندك الجبسون بورد ممكن تعملي ساوند سيستم، ان انت تعملي عزل سماعات لا ساوند سيستم كعزل والقصص دي. فانت لو هتستخدمي طوب عادي هتضطري تعملي حيطه دبل. انما لو انت مثلا في الجبسون بورد بتحطي صوف زجاجي، فبيبقى عندك كذا تكنيك. يعني عايزاكي تعملي النهارده فيها مذيعه وتدي الكاميرا بتاعتك، وعندك مدام هبه على التليفون هتستقبلي تليفونها. السلام عليكم. الو هاي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا مدام ده؟ نهى معاكي المهندسه نهى، اتفضلي. عامله ايه يا باشمهندسه؟ الحمد لله تمام، انتي ايه الاخبار؟ ربنا يكرمك يا رب. الحمد لله يا حبيبتي بخير تمام الحمد لله. كل سنه وحضرتك طيبين جميعا. وانتي طيبه، ربنا يعود عليكي الايام بخير ان شاء الله. يا رب علينا وعليك يا حبيبتي. بصي يا باشمهندسه، انا عندي الحيطان بتاعتي طبعا هي ديكوراتها من زمان اللي هو البياض العادي. اوكي. ففي حتت بدا تقشر، البياض بتاعها بيقف وبيقشر، فبقت دلوقتي على المحار. فانا عايزه اضر العيوب دي كلها، اعمل ايه؟ طيب احنا عايزين بس نعرف المشكله الاول، هي الحيطه ليه حصل لها كده؟ يعني هل هي رطوبه في الحيطه؟ نعم؟ هي رطوبه في الحيطه مثلا؟ لا انا ساكنه في الدور الرابع. لا ملهاش علاقه، هي الرطوبه دي ملهاش علاقه ان انت ساكنه في الدور الكام، هو ممكن يبقى الحمام في مشكله في الصرف. لا مش بس الحمام، لا مش الحيطه بس اللي ورا الحمام، ده انا عندي الشقه كلها بنفس المنظر، كله من تحت بدا يقف. الحيطان كلها؟ هو بصي حضرتك، هي الحيطان كلها يا اما فات مده عليها فشققت، والكلام ده لو المونه نفسها ما كانتش مخدومه كويس ساعتها. ماشي. انا ليا حوالي 5 سنين تقريبا عاملاها، ما اعرفش بقى ايه النظام. طب هي في الجزء العالي من الحيطه ولا في الجزء لا تحت. دي على فكره غالبا حاجه في السباكه. طب السباكه ما احنا قلنا ان هي بعيده عن الحمام، ده الشقه كلها ملهاش علاقه بانها بعيده عن الحمام. هو لو اوريدي منسوب الميه وهو جاي بيبقى فيه ميول في الشقه كلها بتتسحب على ميول، فلو حاجه غلط ممكن هي لو حاجه غلط اوريدي في ميول الشقه او في اي حاجه سربت عادي هي ممكن تتسحب على حته تانية. غير ان اوريدي يعني مش شرط تبقى مشكله في سباكتها هو ممكن مثلا لو حيطه ناحيه المنور مش ناحيه الحمام، حتى حاجه في الصرف الخارجي دي مشكله. حيطان الشقه كلها عندها كده. ما هي لو جزء سفلي يبقى هي عندها حاجه في الصرف. بالذات لو هو سفلي، لانها الرطوبه دي جايه من ايه؟ بس لانها بقى لها 5 سنين برضو. 5 سنين دي مش فتره زمنيه انها تستاهل. طيب العلاج ايه بقى لو افترضنا انها فعلا رطوبه؟ مبدئيا هي محتاجه انها الاول تشوف السباكه، يعني تتاكد مشكله في الصرف الخارجي ولا مشكله في البيبه، انها تدعمها علشان مسربه او القصص دي، وبعد كده تبتدي توقع البياض اللي على الحيطه، وبعد كده تبتدي تاخد تاني بقى بياض ومحاره وتدهن. والنبي انت جميله عجباني. هتتكلم زي بصي يعني جزء بقى مهندس ديكور وجزء بقى واضح يعني لو انت جبت في الاخر يعني. طيب معانا تليفون تاني، معانا مدام بسمه. الو. ايوه صباح الخير. صباح النور. عايزه تكلمي باشمهندسه نهى.
طبعا. طيب معاك اهي، اتفضلي يا هاي نور. ازيك، ايه الاخبار؟ بقول لحضرتك الحمد لله تمام. بقول لحضرتك يا باشمهندسه، كان وقت ما جيت افرش البيت اكتشفت ان هو في عواميد اللي هي المسلح. يعني موجوده كتير في البيت، بس ما حسيتش ان هي مشكله قوي غير في اوضه الاطفال. جيت كان في تصميم عاجبني وكده، فبعد ما صممته اكتشفت ان هو مش يعني هو مناسب للمساحه، بس اكتشفت انه ان الاوضه فيها عمودين قصاد بعض اللي هو المسلح ده. حسيت ان لما جيت حطيت الديزاين اللي انا كنت مصمماه، يعني النجاره يعني اللي هو الاساس، حسيت ان هو واخد يعني ما طلعش هو بقى، ما طلعش المساحه مظبوطه. حسيت ان هو طالع بره بسبب العواميد دي. طب هو العواميد كده كده هي اساسيه، ما ينفعش نعمل فيها حاجه، اوكي؟ وهي لازم نحترمها. الفكره ان هو العمودين عاده يعني لما بتبقى فيه اعمده بتبقى فيه المفروض حيطه ما بينهم. انا ما اعرفش انت لما كسرتي او وسعتي في الشقه غيرتي اماكن اوض ولا لا؟ لا خالص، هو كان زي ما هي، كان يعني كل حاجه كانت زي ما هي، بس انا ما خدتش بالي انه هي عملت مشكله الا بعد بقى وانا بفرش. انا ما حسيتش بيها مشكله في بقيه الشقه لما الا جت في الاوضه تحط الصغيره العفش دي. حست ان العمود عامل لها ازمه. بصي احنا المفروض ان احنا لما يبقى عندنا اعمده نتعامل شكرا معاها. عامه ليكي، هنحاول ندور لك على حلول يعني لا تقلق. هو احنا نتعامل معاها على انها بارت اساسي، ونكمل الفرنيتشر اللي ليها علاقه بيها. يعني مثلا ممكن يبقى عمود وجنبيه مساحه صغيره نعمله شيلفز مثلا. ممكن لو هم عمودين نعمل دولاب بلت ان وننزل فوق كاميرا فيك بالجبسون بورد ويتحط تحتيها الدولاب. ممكن العمود ده نستخدمه ان هو يبقى مثلا لو اوضه توينز يبقى جنبه السرير والعمود يبقى طالع عليه السلم بتاع السريرين اللي فوق بعض. فاحنا نتعامل معاه كده. انا مش شايفه البلان يعني عشان اقدر احكم بالظبط هي المشكله جت في ايه، بس هي كده كده الاعمده مش حاجه سخيفه خالص. وحتى هم مدام عمودين قدام بعض غالبا هي عندها كاميرا في النص ما بينهم، فغالبا الكاميرا دي مضايقاها. هي اوريدي ممكن تسقط الجزء اللي باقي من الشقه. يعني ليتس سي لو لو دي حيطه وده العمود ودي الحيطه الثانيه، فانا هاجي مثلا ادي عمودين قدام بعض، هاجي اسقف ما بين الاعمده بالكاميرا دي للحته اللي ورا واحط السراير بايته هنا واحط عليها سبوتس، لان انا كده كده مش محتاجه اقف فوق السرير. بس فممكن استخدم كده، بس انا ما شفتش البلان يعني. طبعا هو احنا بندي افكار كده ايه نظري يعني، طبعا الموضوع محتاج يتشاف. لكن على العموم يعني يا رب نكون حاولنا نديكي حلول. نهى اتفضلي. ده بصي احنا طول الوقت واحنا بنشرح هتقولي لنا الحاجات الجاهزه اللي استخدمناها في الصوره. ماشي. ده عندنا سقف ساقط في اندايركت لايت، عاملين بيه حاجه اسمها وول ووش. الوول ووش ده ان احنا اوريدي بننزل الاضاءه على الحيطه بحيث ان احنا نبرز حاجه معينه او على الدواليب. هي دي دريسنج، اوكي؟ وبيبقى في الكوريدورات الاوض برضو بتبقى باينه عندي اللايتنج ده، اوكي؟ باجي برضو استخدم الحاجات الجاهزه ان انا بحط مرايات دي الحاجات اللي موجوده في الصوره اللي قدامنا يعني لو احنا بنتكلم. تمام. هنا ده برضو كتكنيك، برضو تفريغات معينه في الحيطه بيتعمل بيها شلفز. مش شرط دلوقتي ان احنا نعمل خشب. ده يمكن يكون شبه، معرفش هي كانت بتتكلم على عمودين، يعني ممكن يكون حاجه شبه كده. هي الاعمده عندها ممكن تبقى في كذا حته، فانا مش عارفه بالظبط هي فين في البلان. بس انا ما عنديش مشكله في الاعمده لو هي موجوده قدامي، غير ان انا ممكن مثلا لو واحد اكبر من التاني هبقى عايزه اعدلهم مع بعض. بس التجاليد بقى لما بنيجي نعمل تجاليد في الحيطه او بنركب ارفف او القصص دي، دلوقتي مثلا عندي الارفف بتاعه المكتبه دي عباره عن جبسون بورد في وراه اندايركت اللي متعلق عليه التلفزيون، اوكي؟ والشلفز الخشب دي، الشلفز دي بنبقى دلوقتي مفرغينها، مترجم الالين، اوكي؟ مفرغينها علشان خاطر تتعلق بكوابين من غير ما تبان، لان برضو من الحاجات اللي كانت قديمه والناس لحد دلوقتي بتبقى حاسه ان مش ستيبل انها تحط مش ثابته، مش تحط الرف وهو متعلق على من جواه، بتبقى حاسه ان هو ممكن يقع منها او كده، ماشي؟ فبتضطر تحط الكابولي اللي تحت ده، او بتحط الزاويه اللي هي المثلثه اللي بنبيت عليها الرف. دلوقتي الرفوف نفسها بتتفرغ من الظهر، وبيبقى في كوابيل بتدخل في الحيطه ويركب فيها الرف، وبتبقى ثابته جدا وقويه جدا، وما بتبقاش فيها مشكله يعني كتكنيكال ان هو ستايل جديد، هو ما فيهوش اي مشكله. لان البلكونات اصلا كده، ان احنا بصينا
في الاستراكشر بتاع المعماري بتاع اي بلكونه او كده، بتبقى التعليقه دي بيبقى الحديد المسلح طاير، فهي بتبقى الفكره كلها في نسبه قد ايه الدخول وقد في الحيطه وقد ايه الحاجه اللي متعلقه. تمام. طب ايه رايك في الديكور ده؟ طيب بصي بقى، من ضمن الحاجات برضو، عشان مش هنتكلم على الاتش دي اف يعني كخامه اللي اتكلمنا عنها كتير كمان، لكن هنتكلم على برضو فكره الحاجات الجاهزه. بتنفع في ايه بقى سهولتها؟ بتنفع ان لو ليت سي مثلا، بعيدا ان احنا مش شرط نتكلم على اتش دي اف، بس لو بنتكلم عليه لو حاجه اوريدي باظت احنا ممكن نغير البلاطه دي، ما يبقاش عندك مشكله في القصه دي. انما انت الاول مثلا لو احنا كنا بنعمل عروق الخشب، انت بتعملي بتمسمري الارض وبعدين عندك عرق باظ، يا اما لازم تكشطي الارض، لو كشطتيها بعد كذا مره الموضوع ما نفعش، او حته عرق واحد، مش تقعدي تكشطي كل الشقه وبعدين نبتدي ندهنها ورنيش شفاف وما ينفعش حد يلمسها والقصص دي. بالظبط، لا هتضطري لازم تعمليها كلها. 3 ايام بايتين بره الشقه بقى وما حدش ولازم بقى يعني الصنايعي برضو لازم يبقى واخد حرصه ان هو يبتدي منين وينتهي فين، عشان رجله ما تجيش في الورنيش نفسه. فدلوقتي انت عندك بلاطه باظت، انت بتغيريها خلاص ايا كان بقى شكلها ايه. لو ليتس سي الارضيات ديوربل في كده، التركيب نفسها يعني لو انت اشتريت شقه السيراميك فيها سيراميك وحش مش عاجبك، لو اشتريت شقه او انت عندك سيراميك قديم عايز تغيره، لو عندك اي ارضيه تانية عايز تغيرها، فكره ان انا بدل ما اكسر بقى، شوفوا بنتكلم في ايه. هو مثلا انت لو احنا بنتكلم على الارضيه، فهو انت عندك لو الارضيه قديمه احنا الاول بنصنفرها ماشي عشان يتركب عليها الفوم، هو الاتش دي اف بيتركب على فوم، بعد كده بتتركب الارضيات الخشبيه، فانت بتصنفريها علشان خاطر تبقى ملساء. ده لو بلاط، لكن لو سيراميك خلاص. لو سيراميك خلاص، بس انت ممكن مثلا حيطه شتيها من اوضه وهو سيراميك، فمكانها الحته دي فاضيه، فهتيجي بترقعي فيها حاجات سيراميك فرز ثالث او حاجه عشان يبقى مظبوط. يا اما بتتعمل صبه، بس الصبه مش حاجه ظريفه يعني. ماشي. ساعات بيبقى عندنا الحمامات ناس مش عايزه تكسرها او اي حاجه، فبتبقى في عندنا وول بيبر بيتلزق وبيبقى ضد الميه، الحمامات ضد الميه. بالظبط كده. من الحاجات برضو زمان لما كانوا بيركبوا السيراميك كان لازم يتركب بالطريقه التقليديه عادي اللي هي المونه والقصص دي. دلوقتي لا، في سيراميك لزق بيبقى اسهل. الناس بتبقى خايفه منه نوعا ما، بس لا، بس هو تركيبه عادي از لونج از ان الماده نفسها مخدومه صح، الماده مخدومه كويس جدا، ما فيهاش مشكله. يعني الفكره النهارده احنا جايين نقول ايه، انه ساعات ناس تتصل بينا تقول لنا انا عايزه اجدد شقتي ومش عارفه اعمل ايه، سيراميك الحمام مش عاجبني، الارضيات كانت سيراميك قديم مش عاجبني. هي فكره كل الحاجات التركيبات دي ممكن على الشقه القديمه تتغير، وهيبقى افضل واوفر بكتير من احنا لو كسرنا ونزلنا ورجعنا عملنا ماتيريالز جديده. هو في حاجات كمان الانسان ممكن هو اللي يعملها لنفسه، يعني انت مش شرط صنايعي. يعني ليتس سي مثلا الوول بيبر في ناس بتعرف تلزقه ما فيهاش مشكله. ساعات تركيبات بلاطات حجر، احنا عندنا مثلا الحيطه دي ده لزق برضه يا نهى صح؟ ده حجر لزق موجود في الجروفز اللي جوه دي، في الخورنقات اللي جوه دي، وبعدين عليها العروق الخشب. دلوقتي مش شرط حتى بنحط عروق خشب، لان انت ساعات لما كنت بتحطي العرق الخشب لازم تبيتي له في الحيطه. يعني تتحفر له حته نفس فكره البونطه والقصص دي، بس بمقاس العرق ويتبيت له. انما دلوقتي في مثلا حاجات برضو نفس فكره المولد الكرانيش والقصص دي، بس تبقى شكلها خشب. ماشي. الجبسون بورد لا، صعب ان حد يركبه يعني انسان بذاته بنفسه. انما الاتش دي اف على فكره ممكن حد يركبه، هو كده ما فيهوش مشكله يعني، ممكن حد يركبه في يوم. انك تلعبي بكذا تكتشر في السقف. ده ايه ده سقف في جزء منه خشب وفي المكان ده عباره عن ايه؟ ده ميتنج روم. اوضه اجتماعات طبعا، مش افتكرت دايننج ولا اوضه سفره. لا، اوضه اجتماعات. اوكي. ساعات بقى عندك بصي ممكن تبقى اللي كانت المدام اللي كانت بتتكلم على الاعمده، ساعات بيبقى عندك اعمده بنعمل فيها مكتبه زي الجزء اللي في النص ده. فبتيجي تفرغي حتت وتخني حتت، تعملي عمود فيك علشان خاطر اكنك بتعمليها، فما تبقيش حاسه بالمشكله اللي هو انك عندك ازمه ان في حاجه طالعه لك في نص الاوضه يعني، او حاجه طالعه لك في كورنر، لان ده نفسيا واحد بيبقى ساعات مش قادر يتقبله. احنا مش قاصدين نعمل فكره الدعايه يعني، برضو الحاجات القديمه كويسه وكل حاجه، بس انه بره دلوقتي كل البيوت اصلا فك وتركيب. يعني في بيوت بره قايمه، مش كلها طبعا، بس في بيوت امريكاني كلها قايمه على انه البيت كله انت ممكن تفكيه وتاخديه معاكي في حته ثانيه. هي على فكره مش فكره حاجه جديده، يعني مثلا الجبسون بورد اصلا
ابتدوا يكتشفوه في 1917، بس ما ابتداش ينتشر اكتر غير بعد الحرب العالميه الثانيه، مع انه موجود، فهو مش حاجه جديده، احنا دلوقتي مكتشفينه. ولو احنا بنتكلم مثلا البلاد اللي فيها زلازل كتيره بيبقى فيها مشكله. طيب. ان لازم الحيطان ما ينفعش تتعمل، فعشان كده كانوا بيعملوا حاجات فيها بيوت من الخشب، انا فكره عايزه البيوت الصوره الخشب. دي قبل ما تروح مننا. الصوره دي برضو فيها تجاليد انك تعملي ارفف. تتكلف قد ايه؟ بصي خليني اقول لك مثلا لو دي مكان ضيق كده زي ما هو كده بالظبط، وده هيتعمل بالجبسون بورد، ده كده تكلفته تبقى قد ايه بالويم كده، على اساس الناس متخيله ان ممكن الحاجه تبقى عاليه جدا. بصي الجبسون بورد اللوح بيتحسب عرضه بيبقى 120 في ارتفاع 2 متر 44، اوكي، او دول الستاندر، او بيبقى فيه 3 متر 66، اوكي. انت دلوقتي دي بتتحسب عندي ازاي؟ بتتحسب فيها كام متر مكعب للجبسون بورد، لان هي العلبه دي علشان التفريغ اللي جوه بتبقى فيها علبه كده، وبعدين علبة حتت كده، نايمه. هي اصلا فكرته بيبقى معمول ازاي؟ بيبقى عندنا قوايم طب وعوارض. هوقفك بس انا اسف عشان ما نعطلش مدام هبه اكتر من كده، عشان مدام هبه معانا على التليفون ونرجع نتكلم على التكلفه بشكل عام. أوكي. مدام هبه الو. صباح الخير يا استاذه صباح رباب. الفل. كل سنه وانت طيبه، وكل سنه وانت طيبه على ضيفتك العزيزه. ربنا يخليكي وعلى وانت كل طيبه البرنامج. وبخير يا رب. معاكي باشمهندسه نهى، اتفضلي. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، ازي حضرتك؟ الحمد لله. من فضلك انا عندي مشكله يا استاذه، بالنسبه الشقه عندي ضيقه، بس فحبيت اعملها ابيض علشان تكبر شويه. اوكي. دلوقتي المشكله كلها بيبلو احطه على البوفيه، على اي حاجه يعني كده، هو يبقى ورا الحيطه. تعمل شادو اسود على الحيطه، تبقى اسود. يعني شادو ظل ولا تقصدي انه بتسيب اثر؟ لا اثر، ايوه، بتعمل كانها بتطلع اشعاع كده، هو اسود في الحيطه. هو انا هسأل حضرتك سؤال، هو حضرتك اصلا لما حطيتي دهانات الحيطه حطيتيها اللي هي بتتغسل ولا لا؟ ما انا قايله له كده اللي بتتغسل. طب انا قايله له كده اللي هي البلاستيك الابيض ده اللي ماشي وبتتغسل. في حاجه بيقول لي مش عارفه ايه، ما حطهاش علشان دي بتعمل حاجه للصحه وحشه. حاجه للصحه وحشه؟ لا، اللي هي الطبقه الاخيره. هو قال لي كده، ما اعرفش بيضحك عليا ولا لا. فدي المشكله بقى. وبعدين انا عامله البياض اهو لسه ما فيش 6 اشهر. بصي انا هقول لحضرتك على حاجه، هو مبدئيا وحضرتك بتعلقي اللوحه، فاحنا ممكن ناخد بروكوشن ان احنا نبقى ماسحينها من ظهرها عشان ما تسيبش اثر على الحيطه. والحيطان لو هي بتتغسل فهي طبيعي ان احنا لو جبنا قماشه، شكرا مدام هبه. اسمعي قماشه ومبلوله سنه وعملناها، المطرح بتاعها هيروح. هي مش طبيعي ان هي تبقى بتشع لون وساخه وراها او حاجه. ولو هو شيد ان احنا بنحسه وهي متعلقه، يبقى ممكن الاضاءه تبقى متوجهه غلط. لو انا حاساه، مش لو انا بشيلها بحس بوساخه. يعني لو شيد لو هو او بس وساخه ظل يبقى دي اضاءه محطوطه متوزعه غلط. لو حاجات بتسيب اثر فعليا يبقى دي المفروض انه يبقى حاجه بتتغسل. تبقى حاجه بتتغسل. الدهانات اللي هي بتبقى اللميع غسيلها بيبقى اسهل يعني، بس في اي حاله من حالات اي حاجه بلاستيك بتتغسل. طب سؤال بس فني بسرعه قبل ما ندخل في موضوع التكلفه ونشوف صور ونختم. انت تنصحي بالابيض على اساس فكره الابيض بتوسع المكان، ولا تكسري الابيض بسنه جراي، سنه بيج، سنه اوف وايت يعني، ولا عادي ممكن في ناس الابيض بالنسبه لها تمام؟ هو الابيض عامه يعني، في الابيض الفاتح قوي اللي هو افتح درجه اللي هو الابيض الجاز ده، مش شرط يبقى هو متعامل مع البيئه اللي احنا فيها، ان احنا الدنيا عندنا فيها نوعا ما تراب، فبناء عليها خلينا ناخد سنه غمقان بس، فما يبقاش عندنا مشكله. يعني احنا مش بيليق علينا الابيض قوي لاسباب ليها علاقه بالجو يعني. وكمان الابيض بقى يا نهى، الابيض مودرن يعني. انا بحس ان عشان نحط حيطه بيضه كده لازم يبقى قدامها مودرن. عشان تعملي حاجه كلاسيكيه لازم تودي الدنيا ناحيه اوف وايت بيج يعني. الابيض ساعات ببقى عايزه اربط السقف بالحيطه فيبقى باينه بالنسبه لي فورم، فاز لونج از انها فورم فانا بالنسبه لي احسن ان انا عيلي تلقط نفس اللون. طيب اخر حاجه كنا بنقولها قبل ما عشان هنختم دلوقتي، موضوع التكلفه. يعني مش هنقول اسعار معينه، بس ممكن اجدد الشقه واعمل حاجات بسيطه وما تتكلفش كتير. الموضوع سهل ما فيهوش اي مشكله.
خصوصا لو انا يعني انا ممكن اجدد مثلا ليتس سي في الحيطه دي ان انا اعمل عليها حته، لو احنا بنتكلم على جيبسون بورد حته بس اندايركت، مش لازم اقعد اجلدها كلها واعمل خوارنقات واعمل القصص دي. خبرناش عجباني قوي. ما انا قلت بقى نترجم بقى. تمام، حفر يعني جوه. تمام. فعلى حسب يعني احط ايه في المكان الصح هو اللي الكوست يعني بتاعته تبقى كويس. اعمل تكلفه صغيره واقول انا هجمل الحته دي وحاجه بحاجه كده. بالظبط. بشكرك نهى، ميرسي. دي أنا نورتينا والحلقه كانت رائعه. ميرسي. فقره يعني جميله والناس كمان واضح ان هم استفادوا. يا رب كمان اللي ما يكونوش حتى اتصلوا استفادوا من كلامنا. كانت معانا النهارده نهى بهاء الدين مهندسه الديكور عفوا. ويا رب الحلقه تكون افادتكم. دايما نشوفكم على الف خير في دانتل. لو عايزين تعرفوا اخبار الموضة شوفوا دانتيل، كل اللي يهمكوا اخباره مرصودة على دانتيل.